ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه الاخبار؟ طبعا انتم مستغربين من موضوع الفيديو او موضوع الحلقه، حاجه انا ما اتكلمتش فيها قبل كده خالص على الشانل عندي على اليوتيوب. دايما طول الوقت بتلاقوني بتكلم عن الكاميرات والتصوير، وساعات بتكلم عن الموبايلات، حاجات تانية كده. لكن موضوع ان انا اتكلم عن افلام وحبي للسينما والافلام اللي انا بحب اتفرج عليها والكلام ده كله، انا حبيت ان انا اشارك معاكم هوايه تانية من الهوايات اللي عندي واللي انا بحب اعملها جدا، وهو التمثيل. اغلب الناس ما تعرفش ان انا اصلا مش عايز اقول ممثل، ولكن انا خدت تجربه التمثيل ده لفترات يعني متقطعه كده. الموضوع طويل ويطول شرحه، ولكن باختصار شديد انا خدت ورش تمثيل زمان. انا بحب التمثيل من زمان جدا جدا، وشايفه حلم من احلام حياتي ان انا نفسي امثل في يوم من الايام. خدت ورش كتير قوي قوي مع ناس تقيله قوي وناس معروفه، والحمد لله عملت كام مشهد كده، يعني صورت كام مشهد كده على كام اعلان على مش عارف ايه. ولكن موضوع التمثيل طبعا بياخد وقت كبير وليه حسابات كده معينه، منها ان انت لازم تبقى متفرغ، ولازم تبقى انت ما بتفكرش في اي حاجه تانية غيره، وتبقى مركز فيه هو لوحده. وده للاسف ما بقاش حاصل عندي الفتره الاخيره. زمان كنت ممكن اكون بركز فيه لوحده، ولكن الفتره الاخيره دي لا، بقى عندي مسؤوليات تانية، وبقى عندي دماغي تفكيرها اتغير شويه في الموضوع ده. ستيل بحب التمثيل ونفسي امثل طبعا. واللي حببني في التمثيل على فكره، يعني هي معلومه غريبه شويه، هتلاقي اغلب الممثلين اللي معروفين يقول لك مين اللي حببك في التمثيل، ففي اللي هيقول لك احمد زكي، في اللي هيقول لك عادل امام، مع حفظ الالقاب طبعا، مع احترامي لكل الناس دي ناس يعني الناس يعني غنيه عن التعريف وما ينفعش اتكلم عليها بربع جنيه. ولكن انا اللي شدني للتمثيل مش احمد زكي ولا عادل امام ولا محمود عبد العزيز الله يرحمه ولا الناس دي خالص. الناس دي كلها بحبها طبعا، بحب اتفرج على افلامها، ولكن انا اللي شدني للتمثيل الممثلين الاجانب اصلا. يعني اللي خلاني احب التمثيل زمان الافلام الاجنبي اللي انا بتفرج عليها، دينزل واشنطن، ويل سميث، ليوناردو دي كابريو، مورجان فريمان. الناس ديت هي فعلا اللي خلتني كده، يعني ايه ده، انا عايز امثل. الناس دي جامده قوي، انا نفسي اعمل حاجه زي ما الناس دي بتعملها. وزمان انا اصلا ما كنتش عايش في مصر، انا كنت عايش بره مصر، كنت عايش في السعوديه. احلى تحيه لاهلنا في السعوديه حبايبنا يعني. كان في برضو مكان زي نادي الفيديو هناك زمان، كنت بروح اجر شرايط الافلام زمان واجيبها واقعد اتفرج عليها في الخباثه كده، يعني من ورا اهلي، ان هم برضو زمان ما كانوش محبذين فكره ان انا اتفرج على فيلم اجنبي او بتاع او الحاجات ديت. فكنت اقعد اتفرج كده وانبهر. والشرايط على فكره اعتقد لحد دلوقتي موجوده، يعني شرايط الفيديو ناس كتير قوي عارفاها. فانا النهارده طالع اتكلم معاكم عن، يعني عايز اقول يعني دي زي فضفضه. انا حلقه مش محضر لها خالص، يعني انا محضر الافلام اللي هتكلم عنها، ولكن مش محضر انا هقول ايه او هتكلم في ايه. فهي زي كده انا قاعد بدردش معاكم. والناس اللي بتحب الافلام او بتحب السينما الامريكيه عموما او السينما بره هتحب جدا الفيديو ده، وهتحب جدا الافلام اللي هرشحها لكم. هي طبعا مش احلى افلام في العالم يعني، بس هي احلى افلام من وجهه نظري، واحلى افلام من وجهه نظر ناس كتير. يعني ناس كتير قوي اجتمعت على الافلام دي وقالت ان هي افلام حلوه. فاعتقد ان يعني الناس اللي هتتفرج على الافلام دي هتتبسط، وهتتبسط قوي 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 قوي. فبدون مقدمات كده خلوني اتكلم معاكم عن الافلام دي. وانا الافلام دي مش مرتبها، يعني مش اول فيلم هو احلى فيلم واخر فيلم هو اوحش فيلم، لا، هي ترتيب عشوائي على حسب انا الفيلم اللي هيجي قدامي وهتكلم عنه. اول فيلم اسمه مان اون فاير، والفيلم ده من بطوله الفنان العظيم اللي انا بعشقه وبعشق كل افلامه، دينزل واشنطن. والفيلم ده قديم على فكره، الفيلم ده انتاج 2004 تقريبا، والمخرج بتاعه اسمه توني سكوت، وهو مخرج انجليزي. الفيلم ده ببساطه بيتكلم عن، انا مش هحرق عموما، يعني الناس اللي هتحب تتفرج على الفيديو ده، انا مش هحرق الافلام، انا هحكي لك القصه باختصار شديد جدا. وبرضه حبيت انوه ان اغلب الافلام اللي انا هتكلم عنها، او في بعض الافلام اللي هتكلم عنها طبعا تحت الاشراف العائلي، لازم نخلي بالنا من الحته دي. الفيلم بيتكلم عن جندي او ضابط كان بيخدم في القوات الامريكيه زمان، وتقريبا هو عمل ذنب في حياته، حاجه كده خلته ان هو عايز طول الوقت ينتحر، وساب الشغل طبعا، وبقى بيشرب، او بقى متجه ان هو بقى بيشرب وبيسكر. لحد ما بتيجي فتره كده من الفترات، واحد من صحابه بيجيب له شغل وبيقول له ايه رايك تشتغل حارس شخصي او بودي جارد لعيله غنيه جدا في المكسيك، والعيله دي عندها بنوته صغيره اسمها داكوتا فانينج الممثله الجميله. هو كل اللي هو هيعمله ان هو هيوديها درس السباحه وهيرجعها من درس السباحه، وبعد كده هتروح درس البيانو وهيرجعها من درس البيانو. وبيحصل بقى عمليه خطف في الفيلم ده، والبنوته الصغيره دي بتتخطف، وبنشوف بقى احداث اكشن رهيبه جدا جدا في الموضوع ده. وبنشوف بقى حته كده انسانيه او لمسه انسانيه اللي ما بتنشأ بين الطفله الصغيره دي وبين الراجل اللي هو اللي عمل غلطات كتير جدا في حياته. زي ما قلت لكم هو كان جندي، فكان حياته كلها صعبه طف جدا. ففي حاله كده انسانيه بتحصل بينه وبين البنوته الصغيره دي. بنشوف مشاعر حلوه قوي قوي بتحصل بينهم. وحتى نهايه الفيلم، انا مش عايز احرق، نهايه الفيلم حلوه جدا جدا. يعني البطل بيعمل حاجه يعني
محدش بيعملها خالص عشان خاطر البنت الصغيره دي ان هي ترجع لاهلها. وانا يا جماعه انصحكم بشده تتفرجوا على الفيلم ده، الفيلم ده هتتبسطوا منه جدا جدا، والمشاهد كلها متصوره بحرفيه حلوه قوي، والمزيكا اللي في الفيلم حلوه قوي، ومشاهد الاكشن كمان جميله. معروف اصلا الممثل دينزل واشنطن في مشاهد الاكشن بيبقى عامل ازاي، فانا برشح الفيلم. تاني فيلم معانا بقى فيلم بيسيوت اوف هابينس تقريبا، او البحث عن السعاده، للممثل الجميل ويل سميث. الناس اللي انا بحب اتفرج على افلامها جدا برضو وبعتز بكل افلامها. الفيلم ده لاي حد في العالم شقيان وطالع عينه وكحيان والدنيا جايه عليه من فوق ومن تحت وبتديله على وشه من كل حته. فعلا الفيلم ده لما انت هتتفرج عليه، لو انت حالتك كده، انت بعد الفيلم هتبقى حد تاني خالص. حرفيا السينما بتغير والله يا جماعه، والافلام فعلا ممكن تغير في البني ادم. ده واحد من الافلام دي. الفيلم ده بيتكلم عن شخص عادي جدا جدا اشترى جهاز كده اللي هو بيقيس كثافه العظام، اشترى منه كميه او صرف كل فلوسه عليه، وابتدى بقى يبيعه للعيادات والدكاتره والكلام ده كله. وطبعا الجهاز ده ما بقاش يستخدم زي الاول، فاغلب الناس ما بترضاش تشتري منه الجهاز ده. طبعا بيشقى وبيتسرق وبيطلع عينه طول الفيلم، لحد ما بيوصل لحته معينه او مرحله معينه كده، بيشوف حد تقريبا في الشارع راكب عربيه غاليه جدا، فبيساله انت شغال فين؟ فبيقول له انا شغال سمسار في البورصه. فين الشركه دي؟ فيقول له الشركه اهي. فالفكره بتلمع في عينه كده، وبيقول طب ليه ما قدمش في الشركه دي؟ بيحاول بقى ان هو يقدم في الشركه دي، وبيتقابله بقى صعوبات كتير جدا في حياته بقى، وان هو ازاي بيطلع عينه، وازاي ان الجهاز ده بيتسرق منه، وازاي ان هو عايز يثبت نفسه في المكان او الشركه اللي هو عايز يشتغل فيها. وبعد كده بيطرد من المحل السكن بتاعه وهو معاه ابنه الصغير. في مشاهد فعلا في الفيلم ده تعيط، يعني في انت خلي دايما جنبك كده مناديل، ان اغلب الافلام اللي انا هكلمك عنها تعيط. في مشاهد فعلا تعيط. الراجل ده فعلا بيوصل لمرحله لو اي حد مكانه في الحقيقه ممكن ينتحر لا قدر الله، لكن هو بيبقى عنده اصرار وعزيمه ان هو لازم هيبقى حاجه ولازم يعمل حاجه، وفعلا في نهايه الفيلم بيعمل حاجه. الفيلم ده انتاج 2006 تقريبا، انتاج 2006، واخراج المخرج الايطالي جابرييل موشينو. فيلم حلو قوي. عمل معاه فيلم تاني برضو هحكي لكم عليه قدام شويه. تمام، ده بالنسبه لتاني فيلم. تالت فيلم معانا بقى فيلم اسمه بابيلون، والفيلم ده من بطوله الممثل تشارلي هونم ورامي مالك، طبعا الممثل المصري الامريكي. الفيلم ده انتاج 2017 تقريبا. الفيلم ده بيتكلم عن الصبر يا جماعه، والله العظيم الصبر، ويعني الصبر كده وعدم اليأس. انت تبقى كده ايه راجل، يعني ايه مهما الحياه تيجي عليك يبقى عندك صبر كده، وعارف ان نهايه الازمه اللي انت فيها دي فرج. الفيلم ده بيتكلم باختصار شديد القصه بتاعته عن شخص بيتسجن ظلم، وبيتسجن في مكان، في سجن في جزيره بعيده جدا جدا. الجزيره دي مفيش منها مفر خالص، والسجن فيه نظام او فيه سياسات معموله غير ادميه بالمره. يعني اللي هيتفرج على الفيلم ده هيشوف كميه اذى رهيب في الفيلم، والممثل اللي مثل في الفيلم ده فعلا اتحمل بطريقه بشعه حاجات كتير قوي، وبيحاول طول الفيلم ان هو يهرب، وكل مره بيهرب بيتقفش، لحد ما بيجي بقى نهايه الفيلم. من غير ما احرق لكم يعني نهايه الفيلم، فيلم حلو قوي قوي. يعني اي حد كده ما عندوش صبر او خلقه ضيق يتفرج على الفيلم ده. الفيلم ده هيعجبه جدا جدا جدا. رابع فيلم معانا بقى فيلم اسمه 7 باوندز. 7 باوندز ده للممثل العالمي ويل سميث، والفيلم ده برضو من الافلام اللي فيها عياط كتير قوي قوي قوي. انت يعني طول الفيلم هتعيط تقريبا. والفيلم ده قصته حلوه قوي قوي يا جماعه، قصص انسانيه كده رهيبه. يعني مفيش حد في الحياه او في الحقيقه اعتقد بيعمل الحاجات دي، ولو في حد كده فهو يعني ده يعني ممكن نقول عليه ملاك، ده ما ينفعش يتقال عليه بني ادم. الفيلم باختصار شديد هو بطوله ويل سميث زي ما انا قلت، وهو بيحصل في اول فيلم بتحصل زي حادثه او بيحصل مشكله في اول فيلم، والمشكله دي بتسبب ان في 7 اشخاص بيموتوا بسبب البطل. فهو بيقرر ان هو يضحي ب7 اعضاء من جسمه ل7 اشخاص هو ما يعرفهمش. انتوا متخيلين 7 اشخاص هو ما يعرفهمش تماما؟ الاشخاص دي بيفضل هو يحطهم تحت ضغط طول الفيلم، يعني عشان يشوف هم يستاهلوا التضحيه دي ولا لا. وهو شغال تقريبا في شركه ضرايب او حاجه كده، تقريبا معاه السجل بارقام الناس دي، فابتدى يراقب الناس دي طول الفيلم. انت قاعد بتتفرج على ويل سميث بيعمل حاجات غريبه، يعني بيتبرع باعضائه للناس، لحد ما بنوصل لنهايه الفيلم، النهايه الحزينه جدا، النهايه المأساويه يعني، اللي بجد تعيط اي حد وهو بيتفرج على الفيلم ده. فعلا من الافلام الحلوه. الفيلم ده انتاج 2008 واخراج جابريل موشينو برضو اللي كان عامل معاه بيرسيت اوف هابينس. فيلم جميل جدا يا جماعه، فيه انسانيات كتيره قوي كده، وفي عياط وشحتفه كتير، فانا انصحكم بشده تتفرجوا على الفيلم ده. خامس فيلم معانا بقى فيلم اسمه شاوشانك ريديمبشن، تقريبا اسمه صح او انا نطقته صح. الفيلم ده قديم قوي يا جماعه، فيلم تقريبا انتاج 94، والفيلم ده بطوله مورجان فريمان طبعا والممثل توم روبنز. قصه الفيلم ده برضو بيتكلم عن البطل بيتسجن ظلم تقريبا، وبيحاول بقى جوه السجن ده ان هو يهرب من السجن ده وان هو يطلع للنور، وبيعمل حاجه غريبه جدا. يعني بيعمل حاجه يعني ما اعتقدش ان حد عنده
عنده الصبر ان هو يقعد كل السنين دي يعملها. وفعلا هو في اخر الفيلم بيقدر ان هو يهرب من السجن ده. الفيلم فيه رسائل كتير قوي حلوه. الفيلم ده فيه ابطال كتير جدا غير تيم طبعا. مورجان فريمان ليه خط درامي كده حلو قوي قوي، هتحب تتفرج عليه. الفيلم طويل شويه، ساعتين وشويه، بس فيلم فعلا من الافلام الحلوه قوي. والفيلم ده تقريبا اترشح لجوائز اوسكار كتير قبل كده، فانا انصح بشده ان احنا نتفرج على الفيلم ده. الفيلم السادس معانا بقى فيلم من بطوله الفنان الكوميدي جيم كاري العظيم، اللي اصلا عامل فيلم مش كوميدي خالص، فيلم يعني من احلى الافلام الدراما اللي هو عملها في حياته. طبعا انتم مستغربين جيم كاري احنا متعودين عليه طول الوقت، بنشوفه في ايس فانتورا والافلام المشهوره بتاعته اللي فيها ضحك، اللي هي دمب اند دمبرز. يعني افلامه كده كلها ضحك وهزار. وذا ماسك طبعا الفيلم الغني عن التعريف. لكن الفيلم ده فيلم حلو قوي، فيلم قديم برضو اسمه ذا ترومان شو، تقريبا هو انتاج 98. هو انتاج 98. الفيلم برضو قصته حلوه قوي. البطل فيه بطل مزيف. وهقول لكم مزيف ازاي. هو يعني موظف بسيط جدا، بيصحى كل يوم ياخد فطاره ويقعد مع عيلته وينزل شغله ويقابل صحابه وكل الكلام ده، لحد ما في الاخر بيكتشف، او في نص احداث الفيلم بيكتشف كل ده مسلسل اصلا بيتعرض للناس. كل العالم اللي هو عايش فيه ده تمثيل في تمثيل، وكل الشوارع دي ديكور، وكل السما دي ديكور، وحياته كلها تمثيل. وبيكتشف ان ده برنامج اصلا الناس بتتابعه الحقيقيين بقى، لحد بقى ما بيقرر في اخر الفيلم او في احداث الفيلم ان هو عايز يهرب من العالم ده وعايز يطلع للعالم الحقيقي. فيلم فعلا فيه رسائل حلوه قوي، وفيلم فكرته جديده وصايعه مع انه فيلم قديم. اعتقد في ناس كتير ممكن تكون اتفرجت على الفيلم ده. فيلم حلو من افلام جيم كاري اللي ممكن تقعد تتفرج عليها تتبسط. جيم كاري ليه افلام على فكره كتير دراما، يعني ليه فيلم كده طويل قوي قوي، بحاول اكتب لكم اسمه على الشاشه دلوقتي. مش فاكر، ذا سانشاين اوف بوتل مش عارف ايه، حاجه كده برضو، فيلم فانتازيا في دراما مع الممثله الجميله كيت وينسلت بتاعت تايتانيك. يعني فيلم يا جماعه في حته تانية خالص. برضو كان ليه فيلم رعب على فكره، مش فاكر اسمه، برضو كان رقمين كده. الفيلم ده من الافلام برضو بتاعت جيم كاري اللي كان طالع فيها مهووس بالارقام، وعنده هوس بالارقام، وان الارقام ديت كل الارقام في حياته ليها علاقه بنظريه المؤامره، وان في مؤامره بتحصل له في حياته. فيلم دراما برضو، ليه كذا فيلم دراما على فكره من الافلام بتاعته. يعني جيم كاري مش محصور بس في الافلام الكوميدي، يعني بيعمل افلام دراما برضو حلوه قوي. ده بالنسبه لسادس فيلم. سابع فيلم معانا بقى فيلم لويل سميث برضو اسمه كينج ريتشارد. الفيلم ده قصه حقيقيه، والفيلم ده هو اللي خد عليه اوسكار على فكره. ده فيلم انتاج 2021، خد عليه الاوسكار الاخير اللي هو طلع ادى بنيه لصاحبه على المسرح. الفيلم ده زي ما قلت لكم قصه حقيقيه، بيتكلم عن اب لبنتين بيلعبوا في بطوله التنس العالميه اللي هي ويمبلي تقريبا، وهم برضو من عيله فقيره جدا، وهو طالع بيتحكم فيهم بطريقه بشعه جدا، وهو عايز يبقى يعني شايف لهم حلم او راسم لهم حلم كده في دماغه، عايزهم يمشوا عليه عشان يبقوا بطلات في بطولات التنس العالميه. فيلم فيه برضو شويه اصرار وشويه عزيمه وشويه احداث كده بتحصل في النص، حاجات كده غريبه بتحصل، اللي هو انت ازاي ويل سميث اصلا عملت كده. يعني بيجي لهم ساعات عروض حلوه قوي 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 ان هم يلعبوا في نوادي كبيره وهو كان بيرفض. انا برضو مش عايز احرق الفيلم، فيلم قصه حقيقيه، وانا بالنسبه لي الافلام اللي هي بتندرج تحت القصه الحقيقيه بتلمسني جدا من جوه، او اقعد افكر كده ايه ده، هو حصل كده في الحقيقه؟ هو فعلا الراجل الحقيقي اللي عمل كل الكلام ده عمله كده في الحقيقه؟ لا، الفيلم فعلا من الافلام اللي هتحب تتفرج عليها، مع اني عندي تحفظ بسيط جدا لنهايته. ما حبيتش نهايته قوي الصراحه، ولكن هو بينقل الواقع زي ما هو. فيلم حلو جدا، احب ان انا ارشحه للناس ان هي تتفرج عليه. تامن فيلم معانا بقى فيلم اسمه ذا جيلتي او المذنب، للممثل المشهور طبعا جيك جيلنهال. الفيلم ده حلو قوي قوي. الفيلم ده فكرته جديده، فكره اللي هو الوان لوكيشن، الممثل الواحد، فكره ان انت بتسرح بخيالك او بترسم مشاهد بخيالك جوه الفيلم طول الوقت. وانا هحكي لكم اصلا قصه الفيلم عامله ازاي. هي بتتكلم عن ضابط، الضابط دوت تقريبا عمل مشكله في شغله، تقريبا قتل حد بالغلط او حاجه كده، فبيطبخها مع حد ان هو يطلعه من القضيه ديت، ولحد ما يطلع من القضيه فالشرطه او جهاز الشرطه بيقرر ان هو ينزل مستواه شويه ويخليه من الناس اللي هي بتشتغل في الكول سنتر وبتاخد مكالمات اللي هي 911. فبتجيله مكالمه خطف، واحده بتتخطف في الفيلم، وبيبتدي بقى يعني انت بتبتدي بقى رحله الخطف دي معاه طول الفيلم، طول الساعه ونص اللي انت بتتفرج عليه. فيلم فيه مشاعر كتير جدا، انت بتقعد تتخيل كل كلمه بتتقال في المكالمه فعلا، انت بتقعد ترسم المشهد ساعتها وهي البنت. يعني الناس اللي عملوا اداء صوتي في الفيلم ده شابوه ليهم الصراحه، وصلوا لك الاحساس 100%. جيك نفسه الممثل البطل اللي عامل الفيلم، فكره ان ممثل واحد طول الساعه ونص، وفكره ان انا اخليك تقعد تتشد الساعه ونص وما تملش، وان لوكيشن، فكره صعبه شويه، والمعادله دي قدر المخرج يحققها. المخرج تقريبا اسمه انتوني فوكوا حاجه كده تقريبا، هو مخرج امريكي يعني، فهو عرف يحقق المعادله دي. انت طول الساعه ونص وانت بتتفرج انت مشدود طول الفيلم، نفسك تعرف النهايه هتبقى عامله ازاي.
ازاي البنت المخطوفه دي هيعرف يخليها ترجع ولا لا. لا فيلم حلو وبرشحه بشده. الفيلم ده اصلا اتعمل قبل كده، كان نسخه دنماركي سنه 2018، هو فيلم 2021 الامريكي، كان في نسخه دنماركي منه برضو اتعمل، وبرضو كان فيلم حلو. والناس اللي اتفرجت، انا ما شفتوش الصراحه، بس الناس اللي اتفرجت عليه بيقولوا كمان احلى من ذا جيلتي اللي هو النسخه الامريكي. فانا انصح الناس تحب، يعني لو انت حابب تتفرج على نوعيه افلام جديده ما شفتهاش قبل كده، وفكره الوان لوكيشن والممثل الواحد، الفيلم ده هيعجبك. والتاسع فيلم معانا بقى فيلم فيوري. فيلم فيوري فيلم حربي بيتكلم عن الحرب العالميه، مش فاكر الاولى ولا الثانيه. فيلم من بطوله براد بيت، والفيلم كله بيدور جوه الدبابه اللي اسمها فيوري. الفيلم ده فيه ممثلين كتير جدا غير براد بيت، في شيا لابوف طبعا المعروف، في الممثل اللي انا بحبه جدا اسمه جون برينت هال تقريبا، ممثل من الممثلين الخطيرين جدا جدا. الفيلم زي ما بقول لكم كله بيدور جوه الدبابه وهم بيحاربوا الالمان، وهم ازاي قدروا يحاربوا كل الجيش الالماني ده، وازاي عملوا الخطه، وازاي يعني نهايه برضو مأساويه للفيلم، نهايه حلوه جدا جدا. وكل واحد من الممثلين ليه خط درامي كده انت بتتسحل معاه طول الفيلم. لو انت بتحب الافلام الحربيه، من الافلام الحربيه الحلوه جدا جدا جدا، انصحك ان انت تتفرج عليه. هو تقريبا انتاج 2014 ومن الافلام الحلوه جدا لبراد بيت. وعاشر فيلم معانا فيلم سيف هاوس من بطوله الممثل الشهير طبعا دينزل واشنطن ورايان رينولدز. تقريبا كل اللي بيتفرجوا على رايان رينولدز عارفين ان هو ممثل كوميدي وبيحب يعمل دايما ادوار كوميدي، ولكن الفيلم ده فيلم اكشن من العيار التقيل ودراما حلوه قوي. هو بيتكلم برضو باختصار عن البطل دينزل واشنطن، هو تقريبا جاسوس او حاجه كده، ورايان رينولدز طالع فيه ضابط، وبيحصل حاجه كده في احداث الفيلم عشان مش عايز احرقه، وبيبتدوا يدوروا هما الاثنين على سيف هاوس. هما بيتقابلوا في الفيلم وبيشوفوا سيف هاوس يستخبوا فيه، وبيحصل شويه اكشن كده في الفيلم، وبيحصل شويه برضو دراما حلوه قوي في الفيلم، وبتنشأ علاقه كده لذيذه بين رايان رينولدز ودينزل واشنطن. من الافلام الاكشن الحلوه قوي قوي لدينزل واشنطن. هو فيلم من انتاج تقريبا 2012. الفيلم ده من انتاج 2012 ومن الافلام الحلوه. وانا حابب ان انا اختم باخر فيلم كده. انا كنت قايل لكم ان هم 10، بس انا في فيلم جاي في دماغي دلوقتي وانا قاعد بتكلم معاكم، انا دماغي عماله تفكر. يعني انا اتفرجت على كميه افلام رهيبه يا جماعه، ده نقطه في بحر الافلام اللي انا شفتها. فيلم دينزل واشنطن برضو اسمه فلايت، طالع فيه كابتن طيار وبيحصل حادثه كده، الطياره بتقع بيهم وتقريبا ما حدش بيموت. يعني هو بيعمل حاجه صايعه جدا، هو طيار شاطر قوي 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 وعنده خبره كبيره جدا. بيحصل حاجه كده، هو بيعرف ان هو يوقف الطياره بطريقه معينه، فالناس مش بتموت، اللي بيموت تقريبا عدد قليل جدا. ولكن طبعا الحكومه الامريكيه بتحقق معاه بسبب الموت دوت، وبسبب ان هم بيكتشفوا ان هو كان جسمه فيه كحول، وان هو برضو طالع بيحب الشرب والكلام ده كله. الفيلم فعلا فيه تضحيه حلوه قوي قوي في اخر الفيلم. والضمير بيتكلم عن الضمير، الفيلم ده بيتكلم عن الضمير. اي حد ضميره ميت يتفرج على الفيلم ده. لو انت ضميرك ميت كده وما عندكش ضمير ما بتتقيش الله، اتفرج على الفيلم ده. الفيلم ده حلو قوي قوي، والتصوير بتاعه حلو، والمزيكا بتاعته حلو، والمشاهد بتاعه المحكمه اللي في اخر الفيلم حلوه جدا. يعني دينزل واشنطن مثلها بحرفيه شديده جدا، وقدر يوصل لك كل المشاعر. ويعني انا واحد من الناس اتبسطت بالفيلم ده. والافلام اللي انا بكلمكم عليها عموما دي كلها افلام انا لو اتعادت تاني بتفرج عليها عادي، مش بمل منها. عارف انت لما في افلام كده تشوفها مره واحده، افلام حلوه تشوفها مره واحده بس لا خلاص انا مش هتفرج عليه تاني، انا شفته مره. لكن في افلام لا، انت بتقعد تتفرج عليها بتتبسط. انت طول ما انت قاعد انت حابب ان انت تتفرج عليه تاني، وكل مره بتتفرج عليه بيبقى عندك نفس المشاعر، وبتبقى عارف المشهد اللي جاي عامل ازاي، ومع ذلك برضو ممكن تعيط وممكن تضحك. فيا جماعه السينما حلوه والافلام حلوه، قصص حلوه جدا بجد بجد يا جماعه. والله السينما بتاثر على المجتمع بشكل رهيب، بشكل كبير. السينما فعلا هي مرايه المجتمع، واللي قال كده ما كدبش. انا واحد من الناس بحب الافلام جدا وبحب اتفرج على الافلام. تقول لي ايه بتعمل ايه في الوقت الفاضي بتاعك؟ بتتفرج على ماتش الكوره ولا بتعمل؟ لا انا واحد من الناس ماليش في الكوره قوي، بحب الكوره. يعني انا بحب الكوره. يعني انا دلوقتي بتابع كاس العالم، انا مش عارف الحلقه دي هتنزل امتى، اكيد كاس العالم هيكون خلص يعني، ولكن انا بحب الافلام اكتر. انا بتسحل مع الافلام، انا شغال لي افلام كده واتسحل معاها. الافلام العربي بحب اتفرج عليها، ولكن يعني مش بتشد لها، ومش من الناس اللي هو ممكن يقعد يتفرج على فيلم عربي اكتر من مره حتى لو الفيلم حلو. لا بشوفه مره واحده وما بقدرش ان انا اكمله تاني. مش تحيز والله للافلام الاجنبي، لا بالعكس. انا شايف ان احنا يعني خلينا اتكلم معاكم بصراحه، احنا محتاجين في مجهود بيتعمل في الافلام العربي وفي السينما العربيه، وفي قصص حلوه بتتعمل، ولكن محتاجين نقعد مع نفسنا تاني شويه كده، عشان الناس اللي بره دي في حته تانيه. والله الناس اللي بره دي في حته تانيه فعلا، في كل حاجه، في التكنولوجيا، في القصه، في التمثيل. مع ان احنا والله عندنا حاجات كتير قوي ممكن نعملها، وعندنا التكنولوجيا. احنا
ممكن نعمل التكنولوجيا دي، مش بعيده خالص يا جماعه والله، ممكن نعمل الافكار دي وممكن نعمل افلام احلى كمان. ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم، هي حلقه مختلفه شويه. لو انتوا حابين ان انا اعمل حلقات اكتر عن الافلام واتكلم عن الافلام واقول لكم افلام تانية، طبعا انا عندي افلام كتيره جدا. يعني في مخرج كريستوفر نولان، افلام نولان كلها انا ممكن اعمل لكم حلقه واحده بس اتكلم عن المخرج المتخلف ده. انا بالنسبه لي شايفه مخرج لاسع، ان هو عنده مشاكل مع الزمن في اغلب افلامه، ومخرج شاطر طبعا. فانتوا لو حابين ان انا اتكلم عن الافلام في حلقات تانية يا ريت تكتبوها لي تحت في الكومنتات، ويا ريت اللي يتفرج على الافلام دي يقول لي ايه رايه في الافلام ديت، ولا يعني الافلام دي بتشده فعلا، حلوه ولا مش شايفها ان هي مش حلوه. لو عندك افلام تانية حابب ان انا اتكلم عنها برضو قول لي رايك في الكومنتات. ويا جماعه يعني ما تنسوناش بقى باللايك والشير والسبسكرايب. انا ما بحبش اقعد اتكلم في الموضوع ده، ما بحبش كل فيديو اطلع اقول اعمل لايك وشير وسبسكرايب. انا عارف الناس جميله اللي بتتفرج دي وهتعمل لوحدها من غير حاجه. وبس كده، انا كده خلصت حلقه النهارده. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. اشوفكم على خير ان شاء الله الحلقات اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.